كنا بنبني، مش بالحجر بس، كنا بنبني حضارة ولسه سرها ما اتكشفش. من أكتر من 4500 سنة على هضبة الجيزة اتعملت مباني فضلت لغز محير للعالم كله. الأهرامات اتبنت بأحجار ضخمة أوزانها بتوصل للأطنان، ولحد النهاردة بيفضل فيه سؤال واحد بيرن في دماغنا كلنا: إزاي المصريين القدماء قدروا يعملوا حاجة زي دي؟ عشان بس نتخيل حجم الموضوع، متوسط وزن الحجر الواحد بس في الهرم الأكبر حوالي 2.5 طن، يعني بتتكلم في وزن عربيتين فوق بعض، والمطلوب منك تحرك وترفع ملايين من الأحجار دي. الموضوع فعلا يفوق الخيال. وهنا بقى بتيجي المعضلة الحقيقية اللي بتجنن أي حد: إزاي بأدوات يعني نقدر نقول بسيطة زي أزاميل نحاس ومطارق قدروا يوصلوا لدقة هندسية رهيبة بتتقاس بالمليمتر؟ المعادلة دي إزاي اتحلت؟ ده اللي هنحاول نفهمه مع بعض النهاردة. طيب، رحلتنا عشان نفهم القصة دي هتكون متقسمة ل5 محطات. هنبدأ باللغز نفسه، وبعدين نشوف الأدلة اللي العلم لقاها في الموقع. بعدها هنتكلم عن الأسئلة اللي لسه مفتوحة واللي بسببها ظهرت نظريات غريبة جداً. وفي الآخر خالص هنوصل لكلمة علم المصريات النهائية في الموضوع ده. القسم الأول، اللغز الأبدي. إحنا هنا يا جماعة بنتكلم عن إعجاز بكل معنى الكلمة، إنجاز هندسي بحجمه ودقته ببساطة تحدى الزمن اللي اتعمل فيه وفضل يحير الباحثين لقرون. خلونا نمسك في تفصيلة واحدة بس عشان نفهم عمق اللغز: المحاذاة. الهرم الأكبر متوجه للجهات الأصلية ال4 بالبوصلة: شمال، جنوب، شرق، غرب، بدقة خط. نسبة الخطأ أقل من 1/15 من الدرجة. إنجاز زي ده صعب جدا حتى بأجهزتنا الحديثة. فالسؤال هو: عملوها إزاي من آلاف السنين؟ ونوصل للقسم الثاني، الأدلة اللي لقيناها في الموقع. صحيح المصريين القدماء ما سابوش لينا كتالوج يشرح الطريقة، بس العلم الحديث والآثار بالتكنولوجيا الجديدة بدأوا يكشفوا عن أساليب عبقرية غالباً هم اللي استخدموها. واحدة من أكبر العقبات اللي كانت محيرة الكل هي: طب نقلوا الحجارة التقيلة دي إزاي من المحاجر لحد مكان البناء؟ والاكتشاف المذهل اللي غير فهمنا للموضوع بيقول إن الحل كان قدام عينينا طول الوقت: في النيل. القصة ورا الاكتشاف ده لوحدها حكاية. فريق من العلماء قدر يثبت وجود فرع قديم من النيل اسمه فرع خوفو. الفرع ده دلوقتي مش موجود، جف من زمان، بس وقتها كان هو الطريق السريع اللي نقلوا عليه أطنان الحجارة بالمراكب، وده حل جزء كبير جدا من لغز النقل. بس مش بس النيل، في كمان دليل على طريقتين تانيين في منتهى الذكاء. الأولى هي الزحفات على الرمل المبلول. اكتشفوا إن رش المية على الرمل بيقلل الاحتكاك للنص تقريباً وبيسهل سحب الأحجار. والتانية واللي بتحل لغز الدقة هي استخدام يوم الاعتدال الخريفي. مهندس اسمه جلين داش أثبت إنه بمجرد مراقبة ظل عصاية في اليوم ده ممكن تحدد الشرق والغرب بدقة تكاد تكون كاملة. لكن بالرغم من كل الاكتشافات العظيمة دي، القصة لسه فيها حلقات مفقودة. في أسئلة منطقية جداً لسه ما عندناش إجابة قاطعة ليها، والأسئلة دي هي اللي بتفتح الباب لكل أنواع التكهنات. يعني الأسئلة دي منطقية. ليه مفيش بردية واحدة واضحة بتقول إحنا بنينا الهرم بالطريقة الفلانية؟ طب إزاي قطعوا جرانيت الصلب بالدقة دي؟ والأهم، رفع أوزان زي عوارض غرفة الملك أو المسلات. فكرة إن كل ده تم بالمنحدرات بس لسه عليها علامات استفهام كتير. هل في حاجة ناقصة في الصورة؟ علامات الاستفهام دي بقى هي اللي بتدخلنا في القسم الرابع، النظريات اللي ممكن نسميها خارج الصندوق. هنا بنشوف محاولات تفسير الفجوات دي بأفكار ممكن تكون جريئة شوية. وقبل ما ندخل في النظريات دي، مهم نعرف مصطلح علم الآثار الزائف. ده ببساطة لما حد يفسر الماضي بطريقة مش علمية ويبني استنتاجات ضخمة على افتراضات من غير ما يكون فيه أي دليل مادي حقيقي يدعم كلامه. والنظريات دي بقى عالم تاني خالص. في اللي بيقول إن كائنات فضائية هي اللي بنت الأهرامات، أو إنها من بقايا حضارة أتلانتس الأسطورية. وفي اللي بيتكلم عن طاقة الهرم الغامضة، أو إن الأحجار دي أصلاً مش منحوتة، دي مجرد خرسانة قديمة. طبعاً الأفكار دي مثيرة جداً، لكن مشكلتها إنها بتفتقر لأي دليل ملموس. بس وسط كل النظريات دي، في فرضية هندسية جديدة ظهرت مؤخراً وبتحاول تقدم تفسير مختلف، وبتعتمد على أدلة موجودة فعلاً في سكارة، وبتدور حوالين سؤال واحد: هل ممكن يكونوا استخدموا قوة المية في الرفع؟ الفكرة دي عبقرية بصراحة. بتقترح إن المهندسين القدماء عملوا نظام هيدروليكي معقد في هرم زوسر،
ببساطة استغلوا مياه الفيضان عشان يخلقوا أسانسير مائي جوه الهرم يرفع الأحجار التقيلة لفوق. النظرية دي لوحدها بتفسر وجود مباني غريبة زي جسر المدير والخندق اللي حواليه، وبتقدم حل عبقري لمشكلة رفع الأوزان التقيلة. طيب، بعد كل ده، بعد كل النظريات والتكهنات، إيه هي الكلمة الأخيرة للعلم؟ إيه هو الحكم النهائي لعلم المصريات في قصة مين بنى الأهرامات؟ المقولة دي بتلخص الموقف كله. علماء المصريات وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس بيأكدوا إن النقاش ده اتحسم من زمان بأدلة مادية قاطعة، أدلة ما بتسيبش أي مجال للشك إن بناة الأهرامات هم المصريين القدماء. والدليل القاطع ده بيتمثل في اكتشافين أساسيين. الأول هو مقابر العمال اللي اكتشفوها سنة 90 جنب الأهرامات، ودي أثبتت إنهم كانوا عمال مكرمين وليهم مكانتهم. والتاني وده الأهم هو بردية ميرر اللي لقوها سنة 2013. دي أقدم بردية في التاريخ، وهي حرفياً دفتر يوميات لواحد من المشرفين بيسجل فيه عملية نقل الحجارة للهرم. يعني ده دليل مكتوب من قلب الحدث. إذن لو حطينا كل حاجة في ميزان هنلاقي كفة بترجح بوضوح. في كفة عندنا نظريات مثيرة للخيال بس فاضية من أي دليل مادي، وفي الكفة التانية عندنا أدلة أثرية حقيقية وملموسة، مقابر، برديات، أدوات، وعلامات على الحجارة نفسها. حلو قوي. بعد ما استبعدنا كل النظريات الغريبة دي بالأدلة، يفضل السؤال الأهم: لو السر مش في حاجة خارقة للطبيعة، أمال إيه هو السر الحقيقي ورا الإعجاز ده؟ السر الحقيقي والأعظم هو الإنسان. السر هو المصريين القدماء نفسهم. السر كان في العبقرية الهندسية والقدرة المذهلة على التنظيم وإدارة مشروع عملاق زي ده، والأهم الإرادة والعزيمة اللي حولت رؤية لحقيقة من حجر واقفة لحد النهاردة. وفي النهاية خلونا نسأل نفسنا سؤال: يا ترى إيه اللي المفروض يبهرنا أكتر؟ فكرة وجود تكنولوجيا خيالية مفقودة، ولا العبقرية الحقيقية والمثبتة لحضارة بشرية قدرت توصل للمستحيل بأدواتها وعقلها؟ يمكن الحقيقة المثبتة تكون أكتر إبهاراً وعبقرية من أي خيال.